لا شك أن الموسم الثاني من أنمي بوروتو سيكون من بين أكثر الأنميات السوداوية في تاريخ عالم الأنمي. فهذه القصة حرفيا لقد دخلت في الظلام الحالك. هناك إذن يا جماعة سنشهد أن بوروتو سيدخل في مرحلة ما أين سيكون قلبه حرفيا كالصخور، لا يحس بأي شيء بسبب كل المعاناة التي قد قاساها، وذلك قد بدأ بالفعل من خلال الفصل الأخير من المانجا. بوروتو فقد عينه، فقد حياته وأصدقائه. ماذا تبقى ليخسره بوروتو في كامل أشواط القصة؟ كيف سيعود هذا الطفل البشوش إلى هذا الطفل الذي لم ترى عينه النور أبدا؟ هذا الشيء سنتعرف عليه في هذا المقطع. سنتعرف على أكثر الأمور السوداوية التي تستحصل في بوروتو، ولكن قبل ذلك لم تشترك فاشترك، حطونا لايكات، ادعمونا بكل شيء. فكما تعلمون يا جماعة هذه القناة مختصة بكل ما يخص الأنمي. أما الآن let's go في هذا المقطع الأسطوري. طيب إذن أول شيء كما شاهدتم في غلاف الفيديو، موت ساسكي في بوروتو. ليش أنا حرفيا يا جماعة دائما ما أريد موت ساسكي؟ وليس كأنني أريد موت ساسكي، فأنا أعتبر من ساسكي أحد أفضل الشخصيات الكتابية في تاريخ ناروتو. ساسكي من بين شخصياتي المفضلة في القائمة. عندك كاكاشي، إيتاشي، ساسكي وناروتو، وعندك الكثير من الذين أحبهم. المهم يا جماعة أريد أن أتكلم وأقول أن الكاتب بعدما قد قام بحذف اسم ناروتو ذا نيكست جينيريشن من قصة بوروتو، يعني أن الجيل القديم خلاص باي باي. القصة لن تركز على ساسكي، لن تركز على ناروتو، بل ستركز على مشوار بوروتو، كاواكي وعشيرة الأوتسوتسوكي، كما سنشاهد ميتسوكي، سارادا وهيماواري. كل واحد سيقدم دوره في هذه القصة. إذن هنا الكاتب سيكون مستعدا للتضحية بشخصية ما من أجل جعل القصة أكثر ظلامية وسوداوية. فكما نعلم أن الكاتب قد أعرب في كثير من المرات أنه يريد أن يجعل من شخصية بوروتو أكثر شخصية معاناة في التاريخ. ونبوءة موموشكي كما تؤكد ذلك، وين قد كان موموشكي يضحك كثيرا على بوروتو ويقول أن عيناك الزرقاوان ستسيبان منك كل شيء بوروتو. فقد كان موموشكي يستمتع بذلك لأن بوروتو قد قام بسلب حياة موموشكي، إلا أن موموشكي كان سعيدا لأنه قد رأى مستقبل بوروتو أين سيتم سلب كل شيء من هذا الفتى. هناك يا جماعة سنتكلم حول هذا الشيء وحول ساسكي. شاهدنا سابقا في كثير من المرات أنه في فصول المانجا هناك دائما إشارات على أن ساسكي يريد الموت، أين قد قال في أحد المرات سأظهر عزمي هذه المرة، وذلك كأنه يخاطب بوروتو لآخر مرة وكأنه يحس أنه سيموت. وقد قال أنه سيقوم بحماية الجميع لو اضطر للموت، وقد أعرب في كثير من الفصول على أنه مستعد للموت ساسكي. ولكن يا جماعة ما الشيء الذي يؤكد أن ساسكي قد مات؟ ففي الفصل الأول من أنمي بوروتو في مانجا بوروتو شاهدنا قتال بين كاوكي وبوروتو. ركزوا لي فقط وشاح ساسكي، حامية جبين ساسكي، إضافة إلى خنجر ساسكي أو سيف ساسكي. فكم نعلم يا جماعة يمكن أقول الرداء سيشتري واحد. عصابة الرأس قد أعطى لبوروتو خلاص، ولكن ماذا عن ذلك السيف؟ ساسكي لا يعطيك سيف بوروتو. ساسكي مستحيل يعطيك سيفه لأنه لا يزال يستعمله، يقاتل به، يقدر يصنع لك واحد، يجيب لك واحد، ولكن يعطيك نفس السيف فلا أظن ذلك أبدا. والأمر الذي حصل هو أن ساسكي قد مات. كيف ستكون الطريقة المحتملة لموت ساسكي؟ هناك طريقتان قد رجحتهما بكثرة يا جماعة. أولا يمكن أن نرى بوروتو خلال التدريبات يفقد السيطرة، يسيطر على موموشكي، ساسكي يحاول إيقافه لكن ساسكي سيموت. والثانية هو أن ساسكي سيضحي بحياته من أجل إنقاذ كونوها من تهديد ما، وهناك سيبقى حتفه بطريقة ليجندري، بطريقة أسطورية. ثاني شيء معنا يا جماعة هو تدمير القرية. فكما نعلم يا جماعة فقد شاهدنا في الكثير من المرات صور لتدمير قرية كونوها، ذلك الذي ظهر في الفصل الأول والحلقة الأولى من بوروتو. هناك شاهدنا أن القرية كانت مدمرة على الآخر، ولكن أنا الآن أفكر بشيء ما، وهو تدمير القرية عن طريق كود حاليا قد هيأ جيش كبير جدا من أجل تدمير كونوها، جيش قوي جدا صنعه من وحوش البيجو. وهناك إذن يمكن أن نرى
قوة كبيرة جدا لكود الذي سيتمكن من تسبب الكثير من المعاناة في كونها والقضاء على الكثير من الأبرياء. هذا الأمر الذي سيؤثر على بوروتو بشكل كبير، لأنه لم يكن موجودا هناك من أجل حماية كونها ومن أجل حماية الأبرياء، وأن كود قد تمكن من زرع المعاناة هناك في كونها. هذا الشيء أيضا يا جماعة يمكن أن نقوله أنه قد حصل، ولكن تدمير القرية عن طريق كود وتدمير القرية في الحلقة الأولى ليس نفسه أبدا. فالمدة الزمنية التي كانت بين الحدثين كانت شيء كبير جدا، حوالي 4 سنوات. ذلك الفرق الكبير، فأظن أنه بعدما قد تمكن كود من الاستعداد خلال هذه الفترة، فلا أظن أنه سينتظر 4 سنوات لتدمير كونها. ولذلك يا جماعة أريد أن أقول لكم أن تدمير كونها سيكون أولا عن طريق كود الذي سيهاجم، الذي سيسبب الخراب والدمار، ولكن بعد ذلك وبعد 4 سنوات سنشهد تدمير آخر للقرية. ولكن من المحتمل أن يقوم بتدمير هذه القرية في تلك الفترة؟ هنا يا جماعة لنا تحليل الكلام الذي قد جرى بين بوروتو إضافة إلى كاواكي. وهناك يقول كاواكي: سأرسلك إلى أين أرسلت السابع يا بوروتو. كاواكي أرسل السابع وهو وهيناتا إلى بعد آخر هناك أين قد قام بحمايتهم من خطر الأوتسوسوكي، وأظن أنه بعد 4 سنوات لم يعود من ذلك البعد. وهنا شاهدنا أن بوروتو يقول: لم أظن أنك ستتمادى إلى هذا الحد كاواكي. كيف قد تمادى كاواكي؟ كاواكي يريد حماية ناروتو لما قال له، أو بوروتو لما قال له سأرسلك إلى أين أرسلت السابع، ولكن بوروتو يقول: لم أكن أظن أنك ستتمادى إلى هذا الحد كاواكي. هل من الممكن أن كاواكي قد دمر القرية من أجل تدمير أحد الأوتسوسوكي؟ فأظن أن هنا يا جماعة يمكن أن نطرح احتمالية كبيرة جدا على أن كاواكي قد قام بتدمير القرية، وذلك لسبب من الأسباب، وهو يريد حماية بوروتو. يقول: سأرسلك إلى أين أرسلت السابع. والدليل على هذا الكلام هو أن كاواكي قد أعرب في كثير من المرات أنه يريد قتل جميع الأوتسوسوكي على بكرة أبيهم، وبعد ذلك سيعود ناروتو أو سيعيد ناروتو إلى الحياة. هذا الشيء الذي توقعته يا جماعة، وأظن أن تدمير القرية عن طريق كاواكي سيؤثر كثيرا على حياة بوروتو. ثالث شيء وهو انقلاب هيماواري على بوروتو. فكم نعلم يا جماعة أنه حرفيا حياة بوروتو قد انقلبت على الآخر. وهناك شاهدنا أن أصدقاء بوروتو المقربين جدا من بينهم ميتسوكي الذي كان يعتبر من بوروتو شمسه لقد أصبح يهاجم على بوروتو ويريد النيل من بوروتو. ذلك قد ترك أثرا كبيرا في بوروتو، ولكن الشيء الذي سيترك فيه أثر كبير جدا وعميق جدا هي هيماواري. هيماواري هذه الفتاة هي أخت بوروتو يا جماعة. هو يحب كثيرا شقيقته الصغرى، ولكن تخيل معي في تلك اللحظة التي ستكون هيماواري قد تدربت وستقول: بوروتو قتلت والدي، سأقتلك الآن. تخيلوا فقط معي تلك النظرة على وجه بوروتو وتلك المشاعر وكل الأمور التي ستحصل بعد ذلك السيناريو. والله يا جماعة سيكون ذلك من بين أكثر اللحظات المؤثرة في تاريخ بوروتو وفي عالم بوروتو. وهناك سنشهد أن بوروتو سيتأثر كثيرا من شدة ذلك الأمر. رابع شيء معنا هنا هو خيانة أمادو لكونوها. فكما نعلم يا جماعة أن أمادو لحد الآن لا يمكننا أن أضع ثقة في هذا الرجل. هذا الرجل حرفيا قد تمكن من وضع خطته من أجل أن يضع قاعدته في كونوها. لقد خان ايتشيكي وأخذ من كونوها كما قال له أين كان يعيش هناك تحت الحماية وكل شيء، إلا أنه لا يزال يخفي الكثير من الأمور، وهناك الكثير من الأمور المخفية حول أمادو. الرجل من أجل سلامة حياته قد قام بإزالة محددات كود. هذا يؤكد لك أنه مستعد لفعل أي شيء من أجل خطته ويريد العيش من أجل تنفيذ تلك الخطة. ومن هذا الأمر يا جماعة سنستنتج أن أمادو شخص مدبر يخطط لشيء ما، وذلك الشيء لما يظهر سيكون ذلك له تأثير كبير جدا على بوروتو. فالرجل يدرس الكارما، يدرس الأوتسوسوكي، يدرس كل شيء. هل للأمر علاقة فقط بابنته إيبيكي أم أنه هناك أمور أخرى يقوم بإخفائها هذا الرجل؟ هل يمكن أن تكون ابنته مجرد سبب ما من أجل خطته الالتيمات التي سيقوم بفعلها؟ وأيضا تخيل فقط معي الكارما يمكن استعمالها من أجل إعادة شخص ما إلى الحياة. فما الشيء الممكن الذي سيقوم به أمادو بعد أن يحصل على الكارما؟ سيحصل على أمور كثيرة، وأظن أنه سيفعل شيء ما من خلال هذا الأمر ويخطط لشيء ما من أجل خيانة كونها. وأكبر دليل وين كاشين كوجي يا جماعة؟
يعني كما نعلم أن الاثنين قد افترقا في ساحة المعركة، ولكن لحد الآن وين كاشين كوجي؟ هل اكتشف شيئا ما حيال أمادو؟ وهو الآن يسعى لكشف اللغز، وسيكون مساعدا لكونها وبوروتو والبقية، كونه قد أخذ شخصية جيرايا المعلم الذي قد ساعد ناروتو خلال أجزاء قصة ناروتو. من هذا المنطلق يا جماعة سأؤكد لكم أن أمادو لا يزال يخفي شيئا ما، وعندما يظهر ستكون خيانة كبيرة جدا، وذلك أيضا سيؤثر على بوروتو بشكل عظيم. آخر شيء معنا الآن وهو ظهور أوتسوسوكي أقوياء للغاية. لقد تم تلميح للحجارة المدمرة في بعض اتشيكي، وتم تلميح لأوتسوسوكي شيباي. إذا هذا سيؤكد لك أن صراع شكل أوتسوسوكي قتالات كبيرة بالمجمل مع الكثير من شخصيات الأوتسوسوكي ومن قادة الأوتسوسوكي. هناك سنتكلم عن حروب طاحنة ستحصل في بوروتو، هناك سنرى بوروتو سيدخل في قتالات مع أعضاء قوية جدا، وذلك الأمر أيضا الذي سيكون سوداوي وظلمي، ويمكن أن نرى تدمير عالم الشينوبي على بكرة أبيه من خلال هؤلاء الأوتسوسوكي، وذلك الذي ظهر من خلال كلام كاوكي الذي قال عالم الشينوبي أو عصر الشينوبي قد انتهى بوروتو. ذلك دل كبير جدا على أن جميع الشينوبي قد ماتوا، ولكن بوروتو يقول أنا لا أزال شينوبي كاوكي، يعني أنه هو الناجي الوحيد أو the last survivor. إذا هنا يا جماعة سنتكلم حول هذا الأمر، وأؤكد لكم أنه عندما يظهر أوتسوسوكي ما فأظن أنه سيسبب خرابا كبيرا جدا، والحيلة الوحيدة من أجل الانتصار في هذا هو تحالف كلمة بوروتو كاوكي، وذلك الذي أشك أنه سيحصل بنسبة كبيرة جدا. إذا بهذا قد وصلنا إلى هذا المقطع، ما رأيك في هذا الأمر؟ إذا تشترك فاشترك، حطوا لنا لايكات اشتراكات، وسنلتقي في المقطع القادم بأسرع وقت ممكن إن شاء الله.